السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الدرس الثامن من برنامج السويش ماكس 4. في الدرس السابق تعرفنا على أدوات التحكم في الكائنات، وتعرفنا على إضافة الكائنات وتجميع الكائنات، إن أنا ممكن أتحكم في إن أنا أضيف كائنات رسومية، وإن أنا أحدد عليها، وبعد كده أضغط ضغط يمين وأقول له جروب از جروب عشان أعملها مجموعة. طيب، ولكن كمان هنتعرف النهاردة على إضافة التأثيرات. مثلا أنا عندنا هنا دائرة، وكمان في عندنا مستطيل. دلوقتي كل الكائنات اللي ظاهرة عندي موجودة هنا في شجرة المحتوى، وكمان موجودة عندنا في الخط الزمني. علشان إضافة تأثير، رقم واحد بروح أختار سهم التحديد وحدد الكائن، تحدد الخط الزمني بتاعه، بروح من اد افكت واختار هنا مجموعة من التأثيرات. طب ايه التأثيرات اللي موجودة عندنا؟ في عندنا مجموعة من التأثيرات، زي مثلا في عندنا تأثيرات الموضع، وفي التأثيرات الأساسية، وفي تأثيرات مؤلفة، وفي تأثيرات مركبة. التأثيرات اللي موجودة عندي ديت بضيف منها على الكائنات. رقم واحد هنحدد على الكائن، بختار من اد افكت، وليكن مثلا نختار التأثير اللي اسمه بلور. هنا التأثير اللي اسمه بلور بعد ما ضفته اتضاف 20 اطار. طب هنا لو انا رحت على الخصائص واخترت الموفي بروبرتيز، هنا قال لك ان كل 25 اطار بيكونوا 1 ثانية. يعني معنى كده ان الدايرة بتاعتي ديت هتتحرك في اقل من ثانية واحدة. طيب، ممكن ان انا اكبرها الوقت بتاعها. هنا كده يبقى الخط الزمني بتاع الدائرة عبارة عن ثانية. طيب، لو انا ضغطت على كائن مرة تانية وضغطت اد افكت واخترت وليكن مثلا الزوم، وقلت له مثلا زوم ان، هنا انا ضفت له كائن تاني، والكائن التاني ده بدأ في نهاية الكائن الاول، في بداية تأثير الكائن الاول. وهنا نضغط على بلاي نشوف العرض. هذا الكائن الاول وبعدين الكائن التاني. علشان نعمل ستوب، لو انا عاوز ازود الوقت بتاع الكائن التاني اهوت ازوده، وبعد كده بضغط على بلاي. نعمل ستوب. نضيف كمان للكائن المجمع ده، نضيف له تأثير من التأثيرات المركبة، مثلا اللي هو الثريد سبان، وبعد كده اقول له بلاي. الكائن الاول، الكائن التاني، والكائنين التانيين بيظهروا مع بعض. نعمل ستوب. طب لو انا عايز الكائنات كلها يبدأوا مع بعض، ابدأ ان انا احرك التأثير بحيث انهم يبدأوا مع بعض اهوت. اقول له بلاي. كائنات ظهرت مع بعضها، بس طبعا كل واحد بينتهي بالوقت بتاعه. وكمان ممكن ان انا اغيرهم بحيث ان هم كلهم يبدأوا مع بعض وينتهي الوقت كمان مع بعض. اضغط بلاي. بنفس الطريقة بيظهروا مع بعض ويختفوا مع بعض. هعمل ستوب. طيب، انا ضفت التأثير. طب لإزالة التأثير، بروح اختار التأثير اللي انا عاوز اعمل له ازالة، واضغط هنا ديليت افكت. نجرب. طيب، نعمل ستوب مرة تانية. انا هنا عندي ده الكائن ده مجمع. طب لو انا عاوز افك التجميع بتاعه، اضغط عليه ضغطة يمين، وبعد كده اروح عند الجروب واقول له ان جروب. كده انا فكيت التجميع بتاعه اهوت. طب لو انا دلوقتي عملت له بلاي، خلاص، لان التأثير كده مع فك التجميع بيزيل التأثير. اروح اعمل مرة تانية ستوب. لو عاوز اضيف تأثير اد افكت سلايد مثلا، كبره شوي، كمان اد افكت، ونختار مثلا الاسبان، ونضغط على بلاي. نعمل ستوب، وبكده نكون قد انتهينا من درس التأثيرات. شكرا.